السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد على قناة أماني. إن شاء الله تلقاكم هذا الفيديو كامل بخير. اليوم إن شاء الله راح نشارككم حلوى سهلة اقتصادية بمقادير جد بسيطة وطريقة تشكيل سهلة. هذه الحلوى تذوب في الفم، توالم للأعياد. أيضا نقدر نحضرها في الأيام العادية توالم القهوة حليب. من دون إطالة راح نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، نبدأ على بركة الله. هنا في ريسيبيون حطيت 2 حبات بيض، راح نضيف عليهم نص كاس من السكر. هنا بالنسبة لكمية السكر، اللي تحب السكر تقدر تزيد مغرف كبيرة فوق نص كاس. أنا استخدمت نص كاس من السكر. هنا السكر العادي اللي هو سكر كريستاليزي. راح نضيف ايضا رشة من الملح وراح نخلطهم بالخلاط. هنا قبل ما نخلط ايضا ضفت لافاني، مغرف ونص من الفاني. نخلطهم بالخلاط الكهربائي. اذا ما كانش متوفر الخلاط الكهربائي نقدر نستخدم الفوي فقط، يعني نخلط جيدا حتى يذوب السكر ويتغير لون الخليط من اللون الأصفر للون الأبيض. هذه المرحلة البنات مهمة حتى نتحصل على حلوة اللي تجينا خفيفة وتذوب في الفم. يعني الخطوات هذه لازم نتبعها حتى ننجح في تحضير مثل هذا النوع من الحلويات. هنا بعد ما تحصلنا على خليط يكون بهذا اللون راح نضيف الزيت. هنا بالنسبة لكمية الزيت عندي كاس غير ربع من الزيت. هنا بالنسبة لحجم الكأس 220 مليلتر، يعني نحبس عند هذاك الخط اللي في الكاس. بالنسبة لكمية الزيت البنات ما نضيفهاش دفعة واحدة، راح نضيفها غير بالعقل مع الاستمرار في الخلط. ايضا هذه الخطوة راح تساعد انه الحلوى تجينا بزاف هشيشة وتذوب في الفم. راني نحاول نعطيكم كل الخطوات، يعني حتى النصائح مهما تكون بسيطة هكذا حتى المبتدئات ينجحوا في تحضير هذا النوع من الحلويات. أهم خطوة في هذا النوع من الحلويات اللي نحضرهم بالزيت أني كي نضيف الزيت راح ندخلها مليح، يعني راح نبقى نحرك حتى تندمج مع باقي المكونات. لأنه إذا ما حركناش الزيت ودخلناها مع باقي المكونات كي نضيف الفرينة راح نتحصل على عجينة يعني اللي تطلق الزيت وما نقدرش نشكلها. هنا كما قلت لكم راح نضيف الزيت بالتدريج مع الاستمرار في الخلط. بعد ما نكمل كل الكمية نزيد نخلطها حوالي 2 دقائق هكا نتأكد انه الزيت انسجمت مع باقي المكونات. هنا بعد ما خلطت جيدا كمية الزيت راح نضيف كاس من النشا او المايزينا. دائما نقيس بنفس الكاس تاع 220 مليلتر. اذا عندي كأس من المايزينا او نشا وراح نضيف 2 مغارف صغار من الخميرة الكيميائية. راح نخلطهم مع بعض. هنا ما نخلطش البنات بزاف بالخلاط الكهربائي، قيس ما ندخل الخميرة والمايزينا مع باقي المكونات. من بعد راح نحبس الخلاط الكهربائي وراح نبدأ نجمع بالفرينة. بزاف منا يحبوا هذا النوع من الحلويات اللي تكون بسيطة، يعني من دون تعقيدات، من دون شوكولا. وصفة اللي هي سهلة نحضرها في وقفة. هنا راح بلا سباتول نهبط الأطراف ونزيد نخلط مع بعض وراح نجمع كما قلت لكم بالفرينة. بالنسبة لكمية الفرينة راح نعطيها لكم بالضبط. عندي الكأس الأول من الفرينة راح نضيفه ندخله مع باقي المكونات. بالنسبة للكأس الثاني ما نضيفوش دفعة واحدة، يعني هنا راني ضفت كاس كما راكم تشوفوا الخليط بزاف سائل. راح نضيف الكاس الثاني ولكن راح نضيفه بالتدريج. هنا دايما نقول لكم من الأحسن نستخدم اليد حتى نعرف قوام العجينة. يعني أنا في البداية استخدمت لاسباتول، من بعد نحيتها وراح نستخدم يدي. بهذه الطريقة تقدروا تعرفوا القوام تاع العجينة. كما قلت لكم راني نضيف الفرينة غير بالعقل حتى نتحصل على عجينة اللي تكون متماسكة وطرية نوعا ما. هنا كما شفتوا
ما ضفتش كميه الفرينه كامل، خليت ربع كاس من الفرينه. وهذا هو قوام العجينه، يلصق غير شويه وفي نفس الوقت نقدر نشكله. هنا البنات راح نغطي العجينه وراح نبدا نوزنها الكويرات بوزن من 24 حتى 25 غرام. هنا اللي ما عندهاش الميزان تقدر دير عينها ميزانها، من الاحسن يعني نستخدموا الميزان هكذا الحبات كامل يجونا على حبه. انا هنا وزنتهم 24 غرام، وهذه هي الكميه اللي عطاتني. ايضا هنا بعد ما نشكل الحلوى الى كويرات راح نغطيها. كما نعرفوا انه الحلوى اللي بالزيت تنشف بالخف، لذلك قلت لكم خليوها طريه نوعا ما، ماشي بزاف باش نقدر نشكلها، لانه مع الوقت هذاك اللي نشكل فيها راح تزيد تنشف شويه. لتشكيل هذه الحلوى راح نحتاج لهذا النوع من المول تاع السياره، متوفر عند اللي يبيع لوازم الحلويات، يعني كاين بعده اشكال وعده احجام. وراح نحتاج الكميه من الفرينه. هنا البنات راح ناخذ كويره من العجين ونحاول نعطيها شكل بيضاوي، راح نضغط عليها من الطرفين حتى تاخذ شكل البيضاوي بهذا الشكل. هذا هو الشكل اللي راني نحوز عليه. راح نزيد نشكل كويرات. هنا البنات من الاحسن نشكلوا عده كويرات على مره، هكذا راح يجونا كامل على حبه. هنا كما قلت لكم البنات ما تخليوش العجينه ناشفه، لانكم اذا خليتوها ناشفه ما تقدروش تشكلوها وراح تتشقق معكم. خليوها طريه نوعا ما نقدر نشكلها، وايضا راح نتحصل على حلوى اللي تكون بزاف خفيفه. اذا هذا هو الشكل. نزيد نشكل معاكم حبه كما قلت لكم، نضغط على الطرفين هكذا. هنا كما قلت لكم الاحسن يعني نشكل عده حبات على مره هكذا باه يجونا كامل كيف كيف. يعني انا شكلت 6 حبات، راح نشكلهم بالمول هذا، من بعد نكمل باقي الكميه بنفس الطريقه. اذا هنا راح ناخذ المول نحطه في الفرينه، ضروري البنات تحطوه في الفرينه باه ما يلصقش في العجينه. نحطه على العجينه بعد ما شكلتها بشكل بيضاوي هكذا، وراح نضغط من الفوق ونحيه غير بالعقل، يعني نحاول نضغط مليح باه ياخذ الشكل كما راكم تشوفوا هكذا، ونحيه غير بالعقل. راح يتنحى بكل سهوله لاني حطيته في الفرينه. نحط الحلوى تاعي في صينيه الفرن ونكمل نشكل الحلوى بنفس الطريقه. هنا نحاول نحي الزائد من الفرينه من المول ونضغط من الفوق بلا ما نقيس العجينه. نحي المول غير بالعقل هكذا، وراح نحطها في صينيه الفرن ونكمل بنفس الطريقه حتى نشكل كل الكميه. هنا البنات بعد ما شكلت الحلوى اللي عندي راح ندخلها الفرن، يكون مسخن مسبقا على 180 درجه مئويه. راح نشعل عليها من التحت فقط، لانه هذا النوع اللي فيه كميه مليحه من المايزينا من الحلويات من الاحسن ما نشعلش الفرن من الفوق، يعني نشعله غير من التحت 170 180 حتى الطيب وتتحمر من التحت. هنا شوفوا شكلها البنات راهي حافظت على الشكل كما قلت لكم، فقط تبعوا كل الخطوات وراح تنجحوا في تحضير هذه الحلوى. هذا هو اللون اللي راح تاخذوه من التحت. هنا بعد ما نخليها تبرد راح نلصقها بالمعجون او لا كونفيتور. هنا عندي كميه من مربى المشماش ولا لا كونفيتور تاع المشماش. عندي كميه من نواد كوكو اللي هو جوز الهند، اللي نقدر نعوضه بكميه من الكاوكاو يكون محمص ومرحي في الخشين يعني مدشش. راح نلصق الحلوى، نحط كميه من المعجون ونلصق الحلوى كل 2 حبات مع بعض هكذا. يعني نحاول البنات ما نديرش كميه كبيره من لا كونفيتور باه ما تخرج ليش يعني ونخسر الشكل. وراح ندهنها ايضا على الاطراف بلا كونفيتور. هنا ايضا نحط كميه قليله ببانسو، من الاحسن يكون صغير هكذا ما يكونش كبير هكذا، يعني باه نخدمو خدمه نقيه. بعد ما ندهنها على الاطراف راح نجوزها في جوز الهند. كما قلت لكم نقدر نعوضو بالكاوكاو، يعني هنا على حساب اللي متوفر عندكم. وهذا هو شكلها النهائي. أنا راح نكمل نلصق الحلوى وراح نشوفها في صحن التقديم.
هذا هو الشكل النهائي لوصفة اليوم اللي كانت حلوة خفيفة ظريفة، حلوة تذوب في الفم بمقادير بسيطة. أنا شخصيا هذا النوع من الحلويات يعني هو المفضل عندي. كما قلت لكم توالم القهوة حليب، يعني نقدر نحضرها في الأيام العادية كما نقدر نحضرها في المناسبات، خاصة أنه يعني عيد الأضحى إن شاء الله راهو على الأبواب، تقدروا تحضروها في الأعياد، يعني تفرحوا وليداتكم بوصفة سهلة وكما راكم تشوفوا راهي تذوب في الفم بزاف بنينه. نتمنى انكم تجربوا الوصفه تنجحوا في تحضيرها. ما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء، نلتقي ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده باذن الله.